تريكات من مطبخ الشيف شادي شام عبقرية هتسهل عليك الدنيا في المطبخ، وفي منها ناس كتير أول مرة تعرفها. بعد تحمير الفراخ وهي سخنة، رشي عليها رشة ملح وفلفل اسود وهي لسه طالعة من الزيت أو الشواية، هتدي ريحة تحفة وطعم أجمل جدا. علشان السمك ما يلزقش في الشواية، رصي شرايح ليمون تحت السمك، مش هيلزق وكمان هياخد نكهة جميلة جدا. تسخين البيتزا في الميكرويف، حطي جنبها كوب مية صغير، هتفضل طرية ومش هتنشف. تقشير التوم بسهولة، دخليه الميكروويف حوالي 20 ثانية، القشرة هتتفك بسهولة جدا. لون جميل للمكرونة البشاميل، بدل البيض على الوش جربي تدهني طبقة خفيفة كاتشب، هيدي لون حلو وطعم مختلف. مقص المطبخ بطل المهمات، في تقطيع الفراخ أوقات بيكون أسرع وأسهل من السكينة جدا. لو الأكل ملحه زاد، حطي بطاطساية متقشرة وسيبيها شوية، هتسحب جزء من الملح وتنقذ الأكل. نص ليمونة فاضل، غطي الجزء المفتوح بالنص التاني وثبتيه بخلة أسنان، هيفضل طازة مدة أطول. السكر ما يتكتلش، حطي منديل مطبخ جوه البرطمان يمتص الرطوبة ويحافظ عليه. لو ما عندكيش كبة، جمدي صدور الفراخ شوية وبعدها بشوريها، هتبقى شبه الفراخ المفرومة جدا. الخضار المجمد، طلعي الهواء من الأكياس كويس جدا قبل التجميد عشان يحافظ على لونه وطعمه. دموع البصل، حطي البصل في الفريزر شوية قبل التقطيع، هتقلل المواد اللي بتسبب الدموع بشكل كبير. ايه اكتر تركة اول مرة تعرفيها؟ اعملي لايك وشير علشان نوصل لاكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب.